طب ازاي بقى نقدر نغير اي عادة عندنا؟ اي عادة في الدنيا بتعدي على 3 مراحل. الكيو ده حاجة بتحفزك انك تعمل حاجة معينة، زي مثلا لما المنبه يرن وانت نايم، ده بيخليك تعمل بيهيفير او تصرف معين انك تقفله. وتالت حاجة بقى هي الريورد او المكافأة، وهي انك هتنام 5 دقايق زيادة، والمكافأة دي هي اللي بتخليك تعمل نفس التصرف لما يجيلك نفس الحافز. ولف بينا يا دنيا كيو بيهيفير ريورد لحد ما تبقى عادة عندك. الفكرة ببساطة انك هتكسر اللوبة اللي بتخليك تعمل العادة، واسهل حاجة تغيرها هي الحافز بتاعك. يعني مثلا بدل ما تخلي الحافز بتاعك هو كرشك وتقعد تاكل اكل مش صحي وتفضل قاعد مأنتخ كده ومبسوط، خلي الحافز بتاعك انك عايز يبقى جسمك كويس. هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتنزل الجيم، وساعتها تاخد المكافأة ان جسمك بدأ يتحسن وشكله بقى اقوى وصحي اكتر. وعلشان ما تقولش ان انا بضحك عليه، خليني اقول لك القصة كاملة. بصراحة كده الموضوع ده هياخد وقت على ما تظهر المكافأة بتاعة الحافز، بس اوعدك اول ما هتلاقي ان جسمك بدأ يتحسن مش هتقدر تبعد عن الجيم طول حياتك. وهي دي مشكلة العادات الكويسة، ان مكافئتها مش بتبان بسرعة زي العادات الوحشة، وعلشان كده البداية فيها بتبقى صعبة شوية.